انتوا عارفين علشان جوتام بس تحفظ اسمها وتعرف تكتبه بالشكل ده احنا استهلكنا كمية كشاكيل قد ايه، وهي لسه ما دخلتش المدرسة اصلا. بس انا بقى من ساعة ما شفت الكتب دي وانا قررت ان مش هصرف فلوس على كشاكيل وكراسات تاني. دي مجموعة اكتب وامسح من إيديوتك، هي عبارة عن 4 كتب، كتابين للحروف وكتابين للارقام عربي وانجليش. والمميز بقى في الكتب دي ان الماتيريال بتاعتها بلاستيك، وبيجي معاها مجموعة قلمة ممكن تكتبوا بيها على الكتب وتمسحوا اللي كتبتوه، فده بيخلي ان الطفل ممكن يستخدم الكتاب اكتر من 1000 مرة. وبدل ما باخد وقت ان افضل اكتب الحروف لبنتي على شكل نقط علشان تمشي عليها، الكتب اصلا دي فيها نقط جاهزة الطفل بيمشي عليها في الاول وبعد كده يقدر يكتب الحرف بنفسه. وفي اسهم على الحروف والارقام علشان الطفل يبقى عارف فين نقطة بداية الحرف وفين نهايته ويعرف يكتب الحرف بشكل صحيح. ده غير طبعا الكلمات اللي مع الحروف والكيو ار كود علشان يوضح نطق الحرف والكلمة. وطبعا انا عارفة انكم هتقولوا ان كراسات الانجليش اهم علشان السطرين دول اللي بيعلموا الطفل يكتب الحرف صح، بس هتلاقوا في كتب الانجليش السطرين دول والكتاب موضح ازاي طريقة كتابة الحرف كابيتال وسمول على السطور. واخر حاجة بقى كتب الارقام اللي بتعلم الارقام والعد، وهتلاقوا كمان تعليم الاشكال والالوان عربي وانجليش. وفري فلوسك في الكشاكيل والاقلام والاساتيك واطلبي احسن لولادك مجموعة اكتب وامسح من إيديوتك.